سنة 2017 بيقرر النجم أحمد مكي إنه يخرج من عباءة الكبير، خصوصا بعد ما انخفضت نسب مشاهدات الموسم الخامس السنة اللي قبلها، وتكون في فرصة تقديم فكرة مش نمطية ومبتكرة جدا وبإنتاج مكلف عن صراع الراجل والست في المستقبل. وكمان بتكون في فرصة إننا نتعاون مع ناس تانية محققة نجاح كبير جدا وعايزة تخوض تجربة انفصال عضو مهم جدا كان سبب مباشر في صناعة نجاحها. يعني التلاتة تقدر تقول انهم بيخوضوا نفس التجربة، فتكون النتيجة هي فشل ذريع في موسم رمضان، او خلينا نقول ان النجاح ما تحققش بالشكل المطلوب قصاد مسلسل فكرته ابسط ومعلم مع الناس لحد دلوقتي. شيكو وهشام ماجد بيقدروا بمرور الوقت يتجاوزوا الفشل ده ويقدموا فيلمين حققوا إيرادات مناسبة في السينما قبل ما بيوصلوا للنجاح الأعظم اللي في تاريخهم لحد دلوقتي. أما بالنسبة لنجمنا الكبير فبيفضل قاعد محلك سر ويفتكر اللي حصله في السينما من سنة 2011، فيلمين بيكسروا السينما حرفيا في موسمين ورا بعض، فبيقرر يقدم فكرة عبقرية جدا لم تخطر على بال أحد. فيلمين فانتازيا ميكس في فيلم واحد بيحملوا طابع سياسي يتماشى مع الظروف، فتحصل خسارة كبيرة قصاد أحمد حلمي في إكس لارج قبل ما يتلقى خسارة تانية بعديها بسنة واحدة، والمرة دي قصاد محمد سعد. وهنا بيجي سؤال مهم، لما تبقى في مقتبل حياتك وتتلقى خسائر زي دي ايه اللي بيجي في بالك على طول؟ الإجابة هي إنك تعيد حساباتك من أول وجديد وتتخلى عن أفكارك اللي كنت انت بتحلم بيها طول عمرك في تغيير الكون، وتشوف ايه اللي يمشي مع الناس. وإذا كان الكبير هو أنجح شيء انت عملته فما فيش مانع إنك ترجع لنجاح الكبير، بس هنغير شوية حاجات، بمعنى إن شركة الإنتاج تتغير، بمعنى إننا نجيب مؤلفين شباب فاهمين جمهور اليومين دول، بمعنى إن في شخصيات جديدة بتتقدم وبتضيف للسلسلة، فتكون النتيجة مبهرة للغاية ويحصل نجاح كبير جدا في الموسم السادس. ومع النجاح الكبير نبتدي نفكر في تقديم موسم جديد وبسرعة. في نفس الوقت بنكون قصاد ممثل موهوب وعبقري بس عنده تجارب فاشلة فبيخاف ياخد خطوة لقدام عشان يكون عنده في الآخر كومفورت زون خاصة بيه تضمن الاستمرارية. وإذا كان الموسم السابع محققش نجاح السادس فالحل إن أحمد الجندي يمشي المؤلفين الشباب دول ويشرف هو بنفسه على الكتابة، فتكون النتيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي، حلقات فيها ضحك عالي وحلقات تانية محبطة للغاية. ومع الأفكار الجديدة اللي بنشوفها بيتحول المسلسل اللي عشناه على مدى سنين طويلة لمسلسل أقرب إنه يكون مسلسل أطفال. كمان ما نقدرش ننكر إن المشاكل اللي حصلت خارج نطاق الكبير ألقت بظلالها على نسق المسلسل، حتى وإن اجتهد مكي والجندي في إخفائها فالمسلسل نفسه مستواه يضعف. هنا بتيجي الأقدار تلعب دور مهم جدا، فالناس تكتفي باللي حققوه على مدى سنين طويلة، خصوصا مع كبر كل الجداد اللي شفناهم على مدى سنتين والنجوم اللي شفناهم على مدار 14 سنة. وتكون في فرصة عند نجمنا الكبير انه يتخلى عن خوفه اللي محبوس فيه بقاله 10 سنين وانه يعود مرة اخرى في التفكير في فكرة جديدة ومبتكرة. اما بالنسبة لمسلسلنا فنتمنى انه يحسن ختام العشرة من عمر جيل فضل مستنيه على الفطار 14 سنة. رمضان كريم وآسف على الإطالة.